يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعة، والله أنا مش عارف انتم ملاحظين اللي بيحصل حوالينا في الدنيا ولا لأ؟ يعني احنا الوضع خلاص، على الأقل من نظرتي يعني. الوضع خلاص، احنا في الأيام الأخيرة من حاجات كتير قوي، حاجات كتير 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 كتير. مش عارف انتوا زي ما كنت لسه بقول متابعين اللي بيحصل، متابعين الاتجاه العالمي لحاجات معينة، متابعين متابعين اتجاه الفكر في كل شيء. اليومين اللي فاتوا دول الواحد كان عمال يركز في الحاجات اللي بتحصل مش هقول إشارات، ولكن الأفعال ترجمتها ممكن تودينا لفين، ده نتيجة ايه، ده ممكن ايه اللي يأثر فيه والكلام ده كله. وبصراحة أنا الكلمتين اللي عايز أقولهم إن إن إحنا خلاص في الوقت بدل الضايع. إحنا فعلا في الوقت بدل الضايع. زي ما أنا كاتب بره، إحنا النهاردة الكلام مختلف شوية، لكني يعني ايه بقولها نصيحة كده لوجه الله. احنا خلاص يا جماعة، الدنيا بتخلص، والكلام ده ليس مبالغة ولا ممكن يتشاف ان هو تشاؤم، ولا لا لا. هي بس ايه، ممكن نقول قراية للأحداث اللي حوالينا. احنا فعلا خلاص في الرمق الأخير من الحياة كلها. فاللي أنا عايز أتكلم فيه معاكم يعني اللي هو ايه، شوفوا أي واحد فيكم ايه المصيبة اللي في حياته ويظبطها على قد ما يقدر. كلنا بسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله كلنا عندنا مشاكل في حياتنا لحاجات احنا عارفينها. بقول لنفسي قبل ما اقول لكم، احنا محتاجين ان احنا اي حاجة مش باصين لها صح نبص لها صح. اي حاجة احنا مستهونين بيها وهي في الحقيقة كبيرة، المفروض ان هي تكون في عينينا كبيرة. اي حاجة احنا شايفين ان هي عادية لكن ربنا قايل لنا ان هي مش عادية، المفروض ان احنا نشوفها مش عادية. يعني انا ابتديت ان انا افكر الايام اللي فاتت دي، هي الناس مستنية ايه تاني عشان نرجع. فعلا الناس مستنية ايه تاني، مستنيين ايه اللي يحصل بعد كده، مستنيين ايه تاني اللي تشوفوه بعينيكوا يقول ان خلاص ما بقاش في حاجة نستنى عليها اكتر من كده. الغريب في الكلمتين اللي انا بقولهم دول ان المفترض ان احنا ممكن في اي لحظة الواحد ما يكونش موجود. يعني في اي لحظة بمعنى الكلمة ممكن اي حد فينا ما يكونش موجود. فليه احنا اغلبنا بيستنى ان تحصل حاجة كبيرة قوي 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 عشان يبدأ ان هو يفوق، يبدأ انه يبص للأمور النظرة الصح، يبدأ انه على الأقل ما يبقاش في عداد المفقودين، لو قلت يعني لو الكلمة دي تجوز. ليه مستنيين المصايب؟ ليه ما بنعرفش نقرا الحاجات اللي بتحصل حوالينا؟ وحتى والله لو ما بتعرفش تقرا، احنا ممكن اي واحد فينا زي ما كنت بقول هو في لحظة واحدة مش هتكون موجود. اول ما تيجي اللحظة دي خلاص، مش محتاج ان انت تستنى اي شيء من اي حد، مش محتاج ان احداث معينة تحصل حواليك، مش محتاج اي حاجة غير اللي انت عملته. ولو اللي انت عملته ما ينفعكش، تبقى ضيعت كل حاجة على الفاضي، تبقى ضيعت كل حاجة على الفاضي. بص يا ولاد الحلال، الكلام اللي انا بتكلم فيه النهاردة انا بقوله لنفسي قبل ما اقوله لاي حد. احنا خلاص ما بقاش فيها تاني، ما بقاش في اي وقت لاي شيء. ال... خلينا نتكلم بقى يعني بطريقة مباشرة اكتر. اللي بيتحجج عشان ما يصليش ما فيهاش، اللي بيتحجج عشان هو في علاقة مش تمام ما فيهاش، اللي بيتحجج عشان فلوسه جاية من مكان مش كويس ما فيهاش. خلاص. اللي بيتحجج عشان اي شيء، اي شيء، انت اكتر واحد عارف ايه الحاجات اللي انت بتعملها، وانت اكتر واحد عارف ايه اللي انت بتحط لنفسك فيه حاجة.
ما بقاش فيها. والزمن اللي احنا فيه ده الواحد عايز يبدأ يقول لنفسه ايه: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. ده اللي الواحد عايز يبدأ يقوله لنفسه، لأن الكلمة دي مش سهلة، وتأثيرها مش سهل، واعتقادنا ان هي بتبقى يا عم عادي، ما انا بسم الله ما شاء الله، ما انا من المؤمنين، يعني انت شايفني مش عارف ايه. لا، هي في لحظة ممكن يجيلك موقف ما تتخيلوش ينقل حالك من حال لحال. ممكن يجيلك موقف يكون انت كنت معتقده بسيط، يغير فيك حاجة تنقلك من حال لحال. والكلام ده للاتجاهين. يعني ايه؟ يعني ممكن من حال وحش لحال كويس، وممكن العكس، حال كويس لحال وحش. الوضع ما بقاش مستحمل ان اي واحد فينا يكذب على نفسه. في ناس الواحد بيبص لهم ويقول لهم: انت نفسك هاينة عليك كده ازاي؟ انت ليه؟ انت ليه في عين نفسك صغير؟ انت ليه في عين نفسك عايز تفضل زي ما انت في الحاجة الوحشة اللي انت بتعملها؟ ليه انت مش شايف نفسك كبير؟ ليه انت مش شايف نفسك مكرم زي ما ربنا كرمك؟ ليه انت مش شايف نفسك ان انت تستحق حاجة احسن من اللي انت فيها دلوقتي؟ ليه بتبيع الغالي بالرخيص؟ ليه بتبيع الما لا نهاية بمليون سنة؟ حتى لو واحد فينا، يعني مع ان ده مستحيل، لو واحد فينا عاش مليون سنة، وبعدين النهاية واحدة. البشرية اختلفت على كل حاجة. كل الأمور اللي ممكن تتكلم فيها مع أي إنسان على وجه الأرض، كل الناس اختلفت عليها، إلا حاجة واحدة بس: إن أنت هتموت. النهاردة، بكرة، كمان سنة، كمان 10، كمان 1000، كمان 100,000، بس هتموت. وكله عارف ده. ودي الحقيقة الوحيدة اللي محدش في العالم كله بيعترض عليها أو بينكرها. كلنا. فالسؤال اللي بيطرح نفسه: أنت مستني إيه؟ اللحظة دي ممكن تيجي لأي واحد فينا في أي لحظة، في أي وقت. أي وقت. لا محتاجاك تكون مجهز، ولا محتاجاك تكون قاعد، ولا محتاجاك تكون واقف، ولا محتاجاك تكون آكل، ولا محتاجاك تكون مش آكل. كل الأوضاع اللي أنت ممكن تعدي عليك في يومك، ممكن لحظة فيهم تكون هي الأخيرة. وممكن تيجي بسرعة لدرجة إن أنت مش مدرك إن هي جت. بجانب إن ده بيحصل لنا يوميا. أنت كل يوم لما بتيجي تنام، روحك بتقبض. هل أنت بقى من الناس المحظوظة اللي ممكن بكرة تصحى ولا لأ؟ كام بني آدم بينام ومش بيقوم؟ كتير. هل أنت بقى من الناس اللي فعلا ربنا بيمهلها معاك يوم كمان؟ ويوم كمان ده مش ضروري يكونوا ال 24 ساعة. يوم كمان إن أنت هتعرف تصحى. أنت من الناس اللي هتعرف تصحى، ولا أكتر من كده، من الناس اللي هتعرف تصحى معافى، ولا أكتر من كده، هتفضل لما تصحى بعقلك اللي ربنا مكلفك بيه، ولا هتكون في مكان تاني عقليا على الأقل؟ احنا بقينا بنستنى حاجات اعتقادا مننا ان احنا مخلدين. انا قاعد، اصل انا لسه صغير، ايه اللي هيحصل يعني؟ شوية، خلينا اتبسط. ما عادي يعني، ما مش انا لوحدي اللي بعمل كده، ما الناس كلها بتعمل كده. ماشي، هفترض معاك الناس كلها بتعمل كده، بس انت هتحاسب لوحدك. لوحدك. في جملة في القرآن مرعبة. مرعبة. ربنا بيتكلم فيها عن الأنبياء والرسل. عن الأنبياء والرسل. ربنا بيقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. الكلمة دي أي حد عاقل يسمعها يترعب. يترعب. ربنا بيقول عن الرسل: وقفوهم، أنا هسألهم واحد واحد، ودول الرسل اللي كانوا بيبلغوا رسالة ربنا. طب أمال إحنا فين؟ إحنا نفكر إزاي طيب؟ وتخيل أنت بقى وأنت واقف بتتسأل على كل حاجة أنت عملتها. والله العظيم ما في حد على وجه الأرض ده يتحمل إن هو يتسأل على كل حاجة عملها من أبوه. مش هقول لكم من ربنا، ولا من أمه، وبرضه مش هقول لكم من ربنا. مفيش أي حد على وجه الأرض
يتحمل ان ابوه يوقفه قدامه يحاسبه على كل حاجة عملها في حياته. انت من الخجل اللي هتبقى حاسس بيه هيغمى عليك، ده وانت في الدنيا. واللي بيسألك بني ادم زيك، ابوك، امك، اخوك الكبير، اخوك الصغير، ايا كان، بس اللي بيسألك بني ادم زيك. فتخيل بقى انت كده الموقف، وانت واقف قدام ربنا وبيسألك انت عملت كده ليه؟ انت ما كنتش عارف ان انا شايفك؟ انت كنت مستهون بنظري؟ هترد تقول ايه طيب؟ واللي اكتر من كده، انت ما شفتش العلامات؟ انت ما شفتش الكلام؟ شفتش اللي بيحصل حواليك؟ ان انت كنت مغيب نفسك للدرجة دي، ان اي حاجة بتحصل حواليك انت مش هنا، بتتصرف زيك زي الانعام. سبحان الله، ما هو ربنا قالها فعلا، كالانعام بل هم اضل. يعني انت يا ريتك حتى كالانعام، على الاقل الانعام ليها هدف وبتمشي عليه، بس انت لا، انت عارف هدفك ومش بتمشي عليه. الجملة بتاعت وقفوهم إنهم مسؤولون دي مرعبة. أي حد بيسمع الجملة دي لو سمعها من مديره مش هيستحمل. من مديره في الشغل، تعالى عشان هحاسبك على كل حاجة عملتها، كل حاجة بمعنى كلمة كل حاجة، مش هتتحملها. واحنا مستهونين بقى بكلمة إن ربنا هيقول للأنبياء كده، ما هيقول لنا إيه؟ أنا هقف أعمل إيه؟ هقف أرد أقول إيه؟ هقف أتكلم إزاي؟ لما يسألني أنت عملت وما عملتش، والمفروض كنت تعمل وما عملتش، والمفروض ما كنتش تعمل وعملت، هرد أقول له إيه طيب؟ هديله حجة منين؟ ما هو عارف كل حاجة، هديله حجة منين؟ من المعاني برضو اللي في القرآن، وناس كتير كنت أنا منهم، كنت فاهمها غلط لغاية ما من فترة قريبة لا لقيت إن هي ليها معنى تاني. في آيات في القرآن بتتكلم إن الناس بتقول إحنا هنتعذب شوية وبعد كده إيه خلاص، إن هي إلا أيام معدودة، يعني مش مهم. أيام معدودة دي أنت ممكن يعني لو قلنا حتى إن هو يوم بمقاييس يوم القيامة، هنقول إن هو 1000 سنة، ده لو افترضنا. كنت زمان معتقد ان اللي بيقولوا كده هم الناس الوحشة الكفار والكلام ده، اللي هو ما احنا هنتعذب شوية خلاص، لغاية ما اكتشفت ان احنا اللي بنقول كده. كام واحد من اللي سامعيني دلوقتي ما جاتش في دماغه الفكرة دي، انا هتعذب شوية وبعد كده اخش الجنة؟ اعتقد ان كلنا مستهونين بان انت ممكن مثلا لا قدر الله، ربنا يعافينا كلنا يا رب، ان ممكن حد يدخل النار مليون سنة مثلا، مليون سنة. اه ما هو ده ماشي، ده اللي ايه، ده حسابك اللي هتتطهر بيه. احنا مستهونين بيها. ازاي بقى؟ ازاي انت اساسا مستهون ان ممكن يكون في رقم ايا كان ايه هو الرقم، في رقم معين من السنين انت في النار؟ انت مش هقول انت، انا هقول انا مش عارف انا ازاي كانت الفكره دي بتعدي عليا وما كنتش اخد بالي ان انا من الناس اللي بتقولها. كنت معتقد ان الكفار هم اللي بيقولها، ما احنا هنتعذب شويه وخلاص. لا، احنا احنا بنقول كده. ما بإذن الله كده كده كل من قال لا إله إلا الله بإذن الله في الجنة. فيا عم مش مشكلة، هخش شوية وبعد كده هخش الجنة. شوية إيه؟ شوية إيه؟ اليوم عند ربنا ب50,000 سنة. فتخيل بقى إن أنت مش هتدخل يوم، ده لو افترضنا أنت مش هتدخل يوم بقى. أنت ممكن زي ما يعني لو تسمع واحد كده، فلان ابن فلان في النار 5 مليون سنة مثلا. ما هو مفيش كده كده زمن، فالدنيا مكملة، كده كده في خلود، انتهينا. ففلان ده داخل النار 5 مليون سنة. انت مستحمل الفكرة دي على نفسك ازاي؟ ايه المنطق اللي اشترك اقنعك بيه ان دي تعدي؟ يعني زي ما بيقولك ايه هي العملية الفكرية اللي عملتها عشان تتقبل على نفسك حاجة زي دي؟ ليه؟ وازاي؟
يعني مش ليه، ازاي يعني؟ قالها لك ازاي؟ وانت صدقته ازاي؟ ومن الحاجات برضو الغريبة ان كلنا انا منكم، يعني انا ربنا اللي اعلم بيا، بنبص للحاجات الصغيرة على انها حاجات صغيرة، اللي هو احنا بنسميها حاجات صغيرة. اللي هو يعني مثلا ده بيكذب، يا عم ماشي، هو طول عمره كده. اصل ده بيمشي بالنميمة ويجيب في سيرة ده ويتكلم من ده لده ويعمل، يا سيدي ماشي. اصل ده لسانه من الناس اللي بتغلط كتير، اللي هو يعني عادي مش مهم. ما هي الناس كلها كده، هو يعني في ايه؟ الناس كلها يا عم بتغلط وبتعمل وبتتكلم كده، هو انا اللي هكون الغريب في وسطهم؟ لما نمسك بقى حاجة من الحاجات اللي في نظرنا احنا غريبة، انا اسف، اللي في نظرنا احنا صغيرة، لما نبص احنا بنتعامل معاها ازاي، هتكتشف ان تقريبا مفيش حاجة احنا بنعملها هي صغيرة، لان احنا بنصر على كل حاجة احنا بنعملها. كل حاجة بنعملها احنا بنصر عليها. انا بس الذاكرة مش سعفاني دلوقتي، ولكن اعتقد ان هو ابن عباس اللي قال: لا صغيرة لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار. أي حاجة صغيرة أنت مصر عليها هي ما بقتش صغيرة. أي حاجة، وأي كبيرة أنت بتستغفر منها خلاص. لكن إحنا بنبص إزاي بقى؟ لا عادي، يا عم إيه، ما ببص للستات، إيه المشكلة؟ أبص لدي ولا أبص لدي عادي، مرة في اتنين في تلاتة في 10 في مليون. أنت بقى باصص لها إن هي إيه؟ حاجة صغيرة. يا عم أصل أنا ما عملتش زي فلان مثلا، يعني أنا فين وفلان فين؟ ماشي، أنت فين وفلان فين؟ بس فلان مش هيتحاسب معاك، هتحاسب لوحدك. انت مالك ومال فلان؟ ليه شاغل نفسك بهم الناس ومش شاغل نفسك بهم نفسك؟ مفيش حد هيفيدك، ايا كان بقى ايه الحجة اللي انت بتشتغل بيها نفسك، مفيش اي حد هيفيدك. لما هتيجي تقول يا رب انا كنت بعمل زي فلان، يقول لك: ما انا قايل لك الصح والغلط. انت مالك ومال فلان؟ يا رب اصل انا كنت الوحيد في وسط الشلة اللي بعمل وبسوي وكنت حاسس ان انا غريب في وسطهم. هم هيتحاسبوا معاك؟ هم هيشيلوا عنك حاجة؟ وسبحان الله برضو ربنا قايل لنا: انت كل الناس هتهرب من كل الناس، كل الناس هتهرب من كل الناس. فانت معتقد على اساس ايه ان بسبب الناس دي انا عملت فلا كده الدنيا حلوة، كده الدنيا تمام؟ لا، انت هتتحاسب لوحدك. بصوا، مش هقول لك هتتحاسب لوحدك كمان، هتموت لوحدك. هتموت لوحدك، مفيش حد هيموت لك. مفيش حد هيموت لك. لما هتيجي وقتك، لا في ثانية زيادة ولا ثانية نقص. انت ليك فرضا، ليك عدد انفاس معين، بعدد دقات قلب معينة، بعدد كهربة مخ معينة، اول ما يخلصوا انتهينا خلاص، مفيش، رزقك انتهى. النفس اللي جاي ده مش بتاعك، خلاص انت خلصت. اللي طلع دلوقتي ده كان اخر واحد، خلاص. مين هيعمل لك ايه بقى؟ والله مش لو جابوا لك انابيب اكسجين، ده لو جابوا لك اكسجين الكوكب كله وحطوه لك، مش بتاعك، مش بتاعك. وريني بقى، لو واحد جه قال لك اموت مكانك، مستحيل، مستحيل. فانت على اي اساس بقى عمال تبص للناس؟ اصل الناس بتعمل، اصل انا مش هكون غريب في وسطهم، مع ان برضه سبحان الله الرسول عليه الصلاة والسلام قايل لنا: بدأ الاسلام غريب سيعود. هيفضل غريب في الاخر، برضه هيبقى غريب. انت دلوقتي لما تحس ان انت مختلف، على الاقل الاعتقاد السائد ان انت على حق. لما تلاقي الناس كلها بتقولك اللي انت بتعمله غريب، لما تلاقي طريقة كلامك الناس مستغرباها، انت بتتكلم كده ليه؟ انت مش قليل ادب، انت مش قليل ادب، انت بتتكلم باسلوب الناس مستغرباه لانك محترم. لكن في دلوقتي ناس يقولك: يا عم ما كلها كده، ما كلهم بيعملوا. لكن ربنا قال ايه؟ قد جئتمونا فرادى، هتجيله لوحدك.
لوحدك، مفيش معاك حد، مفيش معاك اي حد من اللي نصحك بحاجة غلط وانت مشيت وراه وانت عارف ان هي غلط هينفعك. قد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة. زي ما خلقتك لوحدك هتجيلي لوحدك. مستني ايه بقى؟ ايه الاشتغالة اللي انت حاططها لنفسك ان لسه؟ ايه الحوار اللي مشتغل بيه خيالك ودماغك ان لسه؟ لسه ايه؟ لو الكون اللي احنا فيه ده لسه فاضل فيه 300 مليار سنة، لكن عمرك انت فاضل فيه 3 دقايق، هيفرق معاك الكون مكمل ولا لأ؟ ولا المفروض تركز في الثلاث دقايق بتوعك؟ طبيعي ان انت تركز في الثلاث دقايق بتوعك. مين مننا بقى مركز في الثلاث دقايق بتوعه؟ مين مننا دلوقتي عايز يقول انا هقف اتحاسب لوحدي؟ انا هقف اتحاسب لوحدي. وزي ما قلت لكم برضو مش هتكلم عند الحساب، لا احنا اتكلمنا من شوية ان انت هتموت لوحدك، هتخش قبرك لوحدك، محدش هيخش معاك، محدش هيقعد معاك، ولا اي حد، ولا ابوك ولا امك مش هيخشوا معاك. اقصى شيء هيقعدوا فوق شوية، ساعة، مع ان بيبقى اقل، ساعتين. اقول لك حاجة يا ابن الحلال، 8 ساعات قعدوا معاك فوق 8 ساعات ولا هينفعوك بحاجة برضو. باتوا فوق ولا هينفعوك بحاجة. انت هتخش لوحدك، تتحاسب لوحدك، لما مت لوحدك. شغل بالك بالناس ليه؟ شغل بالك بأفعال ناس مش هتأثر عليك ليه؟ شغل بالك ان انا زي الناس لمجرد ان الناس بتعمل انا بعمل. على اساس ايه؟ مين فيهم هيقف يدافع عنك؟ مين فيهم هيجي يقول لا يا رب انا اللي خليته يعمل كده، شيلني انا الذنب وشيل من عليه؟ ولا حد، ولا اي انسان. يبقى انت يعني باصص لها ازاي؟ بتكدب على نفسك بانهي طريقه اللي مخلياك مغيب للدرجه دي؟ الفكره اللي انت اشتغلت بيها نفسك اكتر ما الشيطان اشتغلك، ايه هي؟ لان انت عندك من الذكاء ان انت اشتغلت نفسك، انت كدبت على نفسك. في ناس عندها اعتقاد ان انا ذكي جدا، انا مفيش حد يقدر يشتغل، بس هو بيشتغل نفسه. خلاص يا ابن الحلال، انا مصدقك ان مفيش حد بيقدر يشتغل، ومصدقك ان انت الوحيد اللي بتعرف تشتغل نفسك. انت اذكى واحد. اشتغلت نفسك بقى ازاي؟ وهتتحمل بقى النتيجة اللي انت عملتها دي؟ ولا هتيجي وقتها تقول مش انا، لا انت، ده اللي عملت. فالواحد الايام دي بقت الدنيا خلاص يعني، هي رايحة لزوال كده كده. بس انا بحب على قد ما اقدر ان متشغلش بالك هي رايحة ولا لا. انت رايح، انت رايح، انت مش قاعد. حتى لو قعدت مليون سنة انت رايح. اشتغلت لايه بقى انت؟ عملت لايه؟ ايا كان انت هتعيش هنا قد ايه، لما تقسمه على ما لا نهاية زي ما كانوا بيعلمونا في الرياضيات واحنا صغيرين، اي رقم على ما لا نهاية يساوي صفر. اي رقم. لو قلت يعني 300 تريليون و990 مليار و534 مليون و700 ألف 534، كل ده، كل ده لو انت عشت كل ده، لما هتقسمه على ما لا نهاية يديك صفر. انت ما عشتش حاجة اصلا، او بمعنى ادق ما تساويش حاجة اصلا. لكن انت ايه اللي بتعمله بقى؟ حسبتك انت ماشية ازاي؟ بعت ايه بايه؟ لا بصيت لي دلوقتي ولا بصيت لي بعد كده. لا شغلت بالك باللي المفروض انت تعمله هنا، ولا كنت حاسب لما بعد ذلك. مع ان احنا الحياة اللي احنا فيها دي قد قد كده، والله يا ريت قد كده. في اللي انت عشته واللي هتعيشه هي قد كده. انت بقى مدي دي اكبر اهمية في حياتك. وفي حتة ان انت عشت قبل كده، انا كنت كلمتكم قبل كده، انا واحد من الناس اللي مؤمن جدا ان انا عايش من ايام خلق سيدنا ادم، لان انا تناقلت في اصلاب الرجال لغاية ما وصلت لابويا.
أنا كنت موجود، على الأقل اللي يكونني موجود، لأن بداية الخلق كانت مع سيدنا آدم، وأنا جاي من آدم، فخلاص أنا كنت موجود. تناقلت لغاية ما وصلت بقى من صلب أبويا لرحم أمي، بعد كده جيت الدنيا. قبل كمان ما أجي الدنيا قعدت شوية في رحم أمي، فدي حياة برضه أنا معرفش عنها حاجة، زي القديم معرفش برضه عنها حاجة. إحنا دلوقتي في الوعي بتاع ده، الوعي بتاع الوقت اللي إحنا فيه، وداخلين على حاجات تانية بأرقام، بأرقام عقلنا مستحيل يفهمها، مستحيل تفهمها. مهما حاول أي إنسان على وجه الأرض يتخيل الما لا نهاية مش هيعرف. فأيا كان أنت قاعد هنا قد إيه ولا تساوي أي شيء، واللي أنت كنت عايشه قبل كده برضه أنت ما حسيتش بيه، لأن أنت دلوقتي محدود في زمن دلوقتي وعقل دلوقتي. التجربة بتاعت دلوقتي اللي هي اسمها إيه؟ اختبار دلوقتي. اعتبر ما قبل ذلك كان كان التجهيز، وما بعد ذلك النتيجة. انت دلوقتي الاختبار، بتعمل ايه انت بقى للاختبار؟ وبرضه من اغرب الحاجات، اسئلة الامتحان متسربة من 1446 سنة، كلها بتفاصيلها، وايه، واللي هينجح هيرد ازاي، واللي هيسقط هيرد ازاي. ومع ذلك لغاية دلوقتي، لغاية اللحظة اللي انا بكلمكم فيها دي، في ناس بتسقط. هم مش كتير، هم 3 اسئلة ومتسربين كلنا عارفينهم، وكل اللي بيتفرج دلوقتي عارفهم، وكل اللي قاعد بيتفرج اول ما انا قلت هو جمع ال3 اسئلة في دماغه. بس مين بقى مننا هيعرف ان هو يجاوب؟ هل انا هعرف اجاوب؟ مش عارف. بقى انا بحاول على قد ما اقدر، بقول يا رب. الاسئله موجوده، اه. المنهج موجود، اه. التحذيرات اللي هتحصل طول فتره الاختبار موجوده، واحنا عارفينها، اه. الاختبارات اللي ممكن نعيشها وممكن ما نعيشهاش لانها هتيجي في زمن تاني، عارفينها، اه. ازاي بعد كل ده بقى حد يسقط؟ الا لو هو اللي عايز يسقط. عشان كده الجمله اللي تملي بقولها، انت اللي بتختار، انت اللي متحمل. ومن اذكى كائنات ربنا ابليس، ابليس عارف الكلام ده من خلق سيدنا ادم. سبحان الله، ربنا عرفنا ابليس نفسه هيقول لنا ايه بعد يوم القيامه. هو صريح مع نفسه جدا، وبيقول لنا ما ترموش عليا بقى الكلام اللي انتوا بتعملوه ده. الخطبه اللي هيقولها في جهنم من اقوى الخطب مع انها صغيره. وما كان لي عليكم من سلطان، انتوا بتشتغلوا نفسكم، انا ما كانش في ايديا حاجه اجبرك انك تعمل، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. انا كل اللي كنت بعمله ان انا بقول لك، اوسوس لك، ده اخري. ويقول بقى الجمله اللي لما تتحط قدام البشريه كلها المفروض كله يخرس، كله يخرس. كل انسان بيدي لنفسه حجه لاي حاجه بيعملها المفروض ان هو يخرس. فلا تلوموني ولوموا انفسكم. ما ترميهاش عليا، انا ما كانش في ايدي حاجه، انا كنت زيك. فاسال انت بقى نفسك دلوقتي، انت في حياتك تعرف كام شيطان؟ وبالمناسبه، انت عارفهم، انت عارفهم بالاسم. شياطينك انت عارفها بالاسم. تعرف انت كام شيطان كل ما تكون رايح تعمل حاجة كويسة بيبعدك عنها؟ تعرف كام شيطان لما بيشوفك بتعمل حاجة كويسة بيستهزأ بيك؟ تعرف كام شيطان لما بتتحرك انت عشان تبقى بتعمل شيء كويس يثبطك ينزل عزيمتك؟ كام واحد انت تعرف؟ كام واحد؟ كتير، اه. انا بقيت بعتقد دلوقتي ان شياطين الانس بقوا اخطر من شياطين الجن. ليه؟ لان انت مش متخيله شيطان، انت مش شايفه شيطان، انت شايفه في صورة واحد صاحبك، حد قريبك، حد بتتفرج عليه ومتابعه، ما تعرفش. فانت الصورة بتاعته محببة ليك، محببة ليك جدا. اصل لما يجيلك في صورة واحد صاحبك، انت اللي اخترته، انت اللي كونت معاه، انت اللي عشت معاه ذكريات، انت ما الصورة دي حلوة، صورة الصاحب دي جميلة.
فلما يجي لك هو بقى الصاحب ده نفسه، ما يكونش بيقويك على حاجة كويسة، يكون بيبعدك عن حاجة كويسة، يكون كل ما يشوفك بتعمل حاجة كويسة ينزلك، فانت مش شايفه شيطان، انت شايفه صاحبك. لكن انا بقول الناس عارفة شياطينها، انت عارفه. وخليك فاكر ان هو ده اللي هيجي يقول لك نفس الكلمة بتاعت ابليس. هيقول لك ايه؟ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. وهيديها لك في وشك برضه بين عينيك، هيقول لك نفس الكلمة: فلا تلوموني ولوموا انفسكم. وهناك هو بقى ايه برضه عنده من الذكاء ان هو عارف وضعه. يقول له يكمل الخطبة بتاعته، يقول لك ايه: ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، لا انا هنفعكم ولا انتوا هتنفعوني. فبلاش استهبال من الاخر. خطبة، تخيل قائد جهنم قاعد بيقول لك خطبة، وسبحان الله برضه متسربة من 1446 سنة، وفي ناس لغاية دلوقتي مش مصدقاها، حتى ولو مصدقها كلاما مش مصدقها فعلا. يجي يقول لك اه اصل الشيطان بيوسوس لي. يا ابن الحلال، ما احنا عارفين ان الشيطان بيوسوس لك، بس هو ما اجبركش، انت اللي اخترت. يقول لك لا اصل هو وسوسته مش سهل، مع ان ربنا بيقول لك لا، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. انت كذاب، انت كذاب، انت بتكذب على نفسك حتى في دي، حتى في ان الشيطان بيعمل لك معرفش ايه انت بتكذب، حتى ان الشيطان هو اللي مسيطر عليك انت بتكذب، هي نفسك مش الشيطان. واكبر دليل اللي بيحصل لنا كل سنة في رمضان، اتفرجوا على البشر، مفيش شياطين. الا بقى لو انت كمان في ليفل اعلى ومش مؤمن ان الشياطين ما بتبقاش موجودة، دي حدوتة تانية خالص. لكن لا، هنتكلم ان انت تمام، انت عارف ان مفيش شياطين. المصايب اللي بتحصل بقى في رمضان دي بتبقى من ايه؟ ايه بقى الحجة بتاعتك النهاردة؟ مفيش، هي اساسا مش موجودة. لان كيد الشيطان كان ضعيف، هو اساسا اخره يكلمك. شايفك قايم بيصلي قايم تصلي يقول لك يا عم ما تريح، خليك بس. لكن مين اللي بيسمع الكلام؟ مين اللي بينفذ؟ انت. هو ما يقدرش يعمل لك اكتر من كده، اخره انه يتكلم. من الاخر كده بياع كلام، وانت اللي بتصدق، وانت اللي بتعمل، وانت اللي بتمشي وراه، وانت عارف ان هو اول واحد هيتخلى عنك. لكن الوعد اللي بجد بقى ما بتعملوش، ما بتتحركش، مش عايز، او بمعنى ادق بتشتغل نفسك ان في حاجات موقفاك، بس في الحقيقة مفيش حاجات موقفاك. انت اللي بتكذب على نفسك، انت اللي بتشتغل نفسك. واللي يعني اللي يحرق الدم ان انت في حاجات تانية اقل اهمية بتعرف تظبطها. لما تبقى انت هتستفيد منها، هتبقى انت عارف ان في من وراها عقاب انت لا تتحمله، مع انه عقاب في الدنيا. شوفوا الناس اللي بتبقى رايحة على الشغل لان ممكن يتخصم له. اه لا، ما ينفعش. انا اقصى حاجة ان البصمة معايا ربع ساعة مثلا، فلو انا معادي 10 انا اخري 10 وربع، ده اذا تأخرت، لان انا مش مسموح لي بالكلام ده غير مرتين في الشهر. طب كم واحد بقى وهو رايح يصلي بيقول يا عم ما مش عادي؟ لسه. كام؟ كم واحد وهو رايح يصلي بيقول لنفسه نفس الكلام: انا ما ينفعش، ما ينفعش ان انا اتاخر؟ كام واحد؟ انا بقول لكم الكلام ده بقول لنفسي، يعني محدش يسمعني بس يعتقد ان انا بكلمكم من البرج العاجي، ان انا الملاك وجاي بنظر. لا 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 لا، انا بكلم نفسي. انا بقول نفس الكلام اللي انا بقوله لكم ده بقوله لنفسي انا كمان. ليه ما بنبصش للامور اللي ليها لازمه بحجمها الحقيقي، وبنبص للحاجات التانية ان هي اللي ليها لازمه، وهي ولا ليها لازمه كحجم وثقل ما بين دي ودي، ولا ليها لازمه. كم ناس من الاهالي بتصحي عيالها للتمرين الساعه 6 الصبح، وما يصحهمش قبلها بساعه ولا حاجه عشان يصلي الفجر. لما تيجي تقول له صحيه للفجر يقول لك يا عم حرام سيبه نايم. طب وانت لما بتيجي تصحيه للتمرين ولا للمدرسه، ليه مفيش حرام سيبه نايم؟ عايز مصلحته في الدنيا، ماشي، اعمل له يا باشا، وحقك انك تبقى عايز مصلحته في الدنيا. طب انت مش عايز مصلحته في الاخره وتيجي تقول لي انا بحبه؟ لا، اعتقد ان انت في حاجه عندك غلط، انت اولوياتك فيها مشكله. تلاقي الاهالي قاعدين بيذاكروا لعيالهم ويتابعوهم ويجيبوا لهم مدرسين و
طب انت عرفته حاجة عن الدين؟ لا. هو الدين عادي يعني، مش مشكلة كبيرة يعني، لكن الفيزياء والكيمياء مشكلة كبيرة. م. طب ابنك ما بيعرفش يتوضى، يا عم عادي، ما هو الدين مش داخل في المجموع، بس عايزينه ينجح كده ويجيب لنا الدرجة الحلوة اللي نتفشخر بيها قدام الناس ونعلق الشهادة بتاعته، يطلع حاجة كده ايه المجتمع بيحبها، عشان يبقى حاجة مرموقة في المجتمع. ما عنديش أي مانع، لازم تسعى لكده وتحاول وتعمل وتسوي. طب بعد المجتمع هيعمل ايه؟ بعد المجتمع مين هيفتكره؟ انت هتخلي أهل الأرض عارفينه، ده مثلا الباشمهندس فلان الفلاني، اسمه يدخل أي مكان يرج المكان، لأن ده الباشمهندس فلان الفلاني. حلو. اسمه بقى لما بيتنطق فوق، في حد بيبص له؟ اسمه ليه وزن فوق زي ما هو ليه وزن هنا؟ ولا انت كل الاهتمام بتاعك كان هنا؟ هو ايه فوق؟ انت ايه فوق؟ انا ايه فوق؟ لكن احنا بندور على ايه؟ ده فلان. وبعدين اهو فلان اللي انت بتقول عليه ده، اخره 60 70 سنة، وكل انسان على وجه الارض كان يعرفه هيموت، ومش هيبقى له ذكر اصلا، هيختفي، يختفي خالص، لا بقايا ولا سيرة ولا عمل، كل حاجة هتختفي. وبعدين انت عملت له هنا او عملت لنفسك هنا؟ طب عملت لنفسك هناك؟ بصيت على الاقل؟ يعني على الاقل انت كنت جات عليك مثلا مره من المرات كده انت خجلان من نفسك، وانا ايه اللي بنيله ده؟ وانا ما بعملش الحاجه ليها لازمه؟ وانا ليه على طول باصص تحت رجلي؟ عدت عليك؟ بصيت لها في مره من المرات؟ معرفش. انا بسأل السؤال وانا معرفش ليه اجابه، معرفش مين فكر كده ومين ما فكرش. لكن وبعدين الدنيا كلها رايحه في اتجاه كلنا عارفينه، رايحين لحافة الهوية بمعنى الكلمة، خلاص ما بقاش فيه كلام أكتر من كده، وأنت ما زلت باصص تحت رجلك، وأنت ما زلت بتقول عادي، إيه اللي فيها يعني؟ مش دلوقتي، قدام شوية. أنت لسه صغيرة يا بنتي، مش ضروري الطرح. وأنت يا ابني إيه ده، أنت بتشرب سجاير وبتعرف بنات والكلام ده، يا عم ماشي، عيش سنك، عيش شبابك، أما يكبر هيعقل. طب ولو ما كبرش من البداية، لو ما كبرش أصلا، إيه اللي هيحصل؟ وهو نفسه يسأل نفسه، طب أنا لو ما كبرتش؟ انت معتقد ان انت لما يبقى عندك 30 ولا 40 سنة خلاص بقى راجل كبير وتمام، فهتمشي على الصراط المستقيم، بس انت لو ما بدأتوش من الاول عمرك ما هتعرف توصل له الا بمعجزة، بمعجزة. لكن انت من البداية بتحاول، الا من رحم ربي. لكن انت عايز تعمل كل حاجة في الدنيا وتاخد كل حاجة في الاخرة. انا مش متأكد بس هو حديث قدسي ولا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الحديث بيقول ايه؟ ان ربنا بيقول لا اجمع على عبدي امنين ولا خوفين. يعني ايه؟ ربنا بيقول ان هو مش هيجمع علينا لا مرتين انت تكون مطمن ولا مرتين انك تكون خايف. العلماء قال لك ايه؟ قال لك لو انت كنت خايف من الاخرة في الدنيا، انت خايف في الدنيا، فربنا يأمنك في الاخرة، لانه مش هيجمع عليك خوفين ابدا. والعكس بالعكس، لو انت كنت مطمن وآمن في الدنيا، يبقى مش هيأمنك في الاخرة. انت باصص لايه بقى؟ انت بتشتري ايه بايه؟ دافع ايه عشان تاخد ايه؟ دافع الدنيا كلها تساوي ايه بقى هي؟ ربنا قال لنا ان هي ما تساويش جناح بعوضة، جناح ناموسة يعني، كل دي. فتخيل بقى ان كل دي ما تساويش ده، ولكن الجنة تساوي، وانت ما بتشتغلش، ما بتعملش اي حاجة.
وعيدها تاني والعلامات كلها قدامك، والاشتغالات انت بتحطها لنفسك، والكذب انت اللي بتكذبه على نفسك، ومفيش حد بيضغطك. انت اللي بتروح بنفسك، انت بس اللي بتروح بنفسك. ترجع تقول اصل حصل لي بسبب. طب انت فين بقى؟ فين القرار اللي انت ممكن تاخده اللي يخليك بعد كده مرتاح؟ ومستني ايه؟ هي انا السؤال اللي فعلا مش لاقي له اجابه هو سؤال مستني ايه؟ مستني ايه؟ مستني تشوف العلامات الكبرى للقيامه؟ طب افرض انت ما عشتش للكلام ده، انت ما عشتلوش. افرض ان انت مت كمان ساعتين، مش هقول لك كمان 5 دقايق، لا كمان ساعتين. النهارده كده قبل الفجر بشويه خلاص، كان مش هقول رصيدك، كان رزقك انتهى، رزقك في الدنيا انتهى. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه في اللحظه اللي هيبقى فيها بصرك حديد، اللي هتشوف فيها كل حاجه؟ هتستقبل مين بقى؟ وانت قاعد كده اما هتبص حواليك هتشوف مين؟ هتشوف وشوش منوره، ولا هتشوف وشوش مظلمه؟ هتكون مبسوط ان هما جايين، ولا هتكون مرعوب؟ سيبك من سكرات الموت نفسها، يعني الوجع بتاعها مش ده اللي بتكلم عنه. مع انها مختلفة، ولكن انا مش بتكلم عن ده، انا بتكلم عنك انت، خوفك انت. هتشوفهم هتتبسط ولا هتشوفهم هتزعل؟ لان خلاص ده بلغتنا ده اول بريفيو للاخرة، ده البريفيو البداية. ما هو دول وفد الاستقبال. عارفين انتوا المبدأ بتاع ان واحد هينتقل من مكان لمكان، فبيكون في وفد استقبال. انت بقى هتشوف وفد الاستقبال ده بيض كده وجمال ويفتحوا النفس، ولا هتشوف وفد استقبال تاني؟ والمرعب انك لحظة ما تشوفهم مفيش فرصة تانية. خلاص، خلاص انتهينا. مفيش. ايا كان بقى انت دلوقتي بتفكر في ايه، ايا كان، اصلا انا كان في نيتي اعمل كده بكرة. مفيش بكرة، احنا دلوقتي. خلاص مفيش اساسا، انت ما بقالكش بكرة، ما عندكش. ايا كان بقى ايه اللي انت كنت ناوي تعمله، دخلوا. ودخلوا مش هيفتحوا باب، دول ما بيفتحوش بيبان، دول بيخشوا اي مكان. جايين لك انت، انت مش حد تاني، ومش هيتلخبطوا فيك. لو جايين لك انت فهم جايين لك انت. ادي اللحظة اللي انت خلاص انتهينا. انت شايف كل شيء ممكن تشوفه، انت شايفهم هم اولا جايين عشان ياخدوا الامانة بقى، اللي انت ما كنتش عارف ان هي امانة، اللي انت ما كنتش بتتصرف معاها ان هي امانة. ان كل اللي احنا فيه ده امانة. ربنا بيقول برضو وتركتم ما خولناكم فيه، يعني انت سبت اللي احنا كنا مدينهولك. اما تموت انت ما سبتش حاجاتك، انت ما سبتش مثلا فلوسك، انت ما سبت، لا 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 لا، انت سبت اللي ربنا كان مديهولك يشوفك هتعمل بيه ايه. سبته وجاي له بقى، رايح تقابله. فانت دخل عليك الوفد، حسب بقى انت كنت عايشها ازاي. كنت عايشها سداح مداح، هتعرف ان انت كنت عايشها سداح مداح. انت كنت عارف بالمناسبة، انت بس كنت بتكابر، بس انت هتشوفها بعينيك بقى. تشوف بعينك ان انت كنت عايشها سداح مداح، كنت عايشها كويس الحمد لله، وبتحاول وبتجاهد نفسك و هتعرف برضه، وهتشوفها. خلاص، من اللحظة دي مفيش، من اللحظة دي مفيش حاجة اسمها فرصة تانية. والمرعب ان ربنا بيقول لنا الناس اللي في اللحظة دي هتقول انا عايز فرصة تانية، ولو ردوا لعادوا. ده اللي مرعب، ده اللي مرعب بجد. لو حصل ان واحد من الناس اللي خلاص هتتاخد دلوقتي قال يا رب طب اديني فرصة كمان، لما ربنا قال انا لو اديتك فرصة كمان انت هترجع لنفس الكلام، ولو ردوا لعادوا. اه عادي جدا. ليه بقى لو ردوا لعادوا؟ لان انت ما كانش في حد بيضغط عليك عشان تعمل اللي انت بتعمله، انت كنت بتعمله بمزاجك، بارادتك انت. فاللي هيحصل ايه لو الدنيا اتكررت تاني؟ ان انت هتلاقي نفس الكلام، ترجع تعمل نفس اللي انت كنت بتعمله.
وهكذا وهكذا. لو كنت على كويس تمام، كنتش على كويس مش تمام. فانت خلاص دلوقتي شفت كل حاجة قدام عينيك، ولجنة الاستقبال خدتك ورايحين. ايا كان بقى ايه الوضع اللي انت شايفه، هو ده اللي هتعيش عليه، هتعيش عليه للأبد. مش مش حاجة قد كده، مش مليون سنة. الرقم ده أنا مش متخيله. اللي أنت هتعيشه بعد كده هو مش مليون سنة، لأن مليون سنة دي قد كده كده. مش مليار سنة، مش تريليون سنة. معرفش انتوا هنا الناس عارفة برضو ال الأرقام الرياضية ولا لأ، لكن مش جوجل سنة مثلا. جوجل ده واحد وقدامه 100 صفر. واحد وقدامه 100 صفر. احنا المليار اللي مش عارفين نتخيله واحد وجنبه 9 أصفار. أنا بقى بقول لك واحد وجنبه 100 صفر، ولا أي حاجة. اللي جاي الجوجل نمبر ده بالنسبة له ولا أي حاجة. فأنت يبقى بتضيع عيب إيه؟ بتبيع عيب إيه؟ عشان كده ربنا قال اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أو العكس. أنت بعت إيه بإيه؟ تقول لربنا أنا عايز أبيع دي، هبيعها مش عايزها بس اديني هناك، ولا العكس تقول له لأ خد هناك بس اديني دي؟ كلها في إيديك، كلها في إيديك. ربنا قايل لك من البداية وهديناه النجدين، أنت الطريقين قدامك. هتختار أنت إيه بقى؟ هتبص لها إزاي؟ هتحسبها على أساس إيه؟ أنت عايز تبيع إيه عشان تاخد إيه؟ زي برضو الآية التانية إن الله اشترى من المؤمنين، خلاص هو ربنا بيقول لك من البداية بيع لي ده واديك هناك. بس في ناس بتقول لأ، في ناس شايفة إن هي خسرانة في البيعة دي، فبيبقى من الغباء إن هو يعمل العكس، يبيع هناك عشان هنا. فأنت عمال تتحجج وتقول وصل أنا بيحصل لي، وصل أنا بيعمل لي، وصل الدنيا كلها كده، وصل طب وبعدين؟ يبقى فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، عنده حق. لا تلوموني ولوموا أنفسكم، دي أكتر كلمة الناس بتكرهها. انت بتلومني على ايه؟ انت اللي عملت في نفسك كده. اكتر كلمة كل البشر بيكرهوها. وخلاص يعني انا عندي ايمان شديد ان اللي باقي مش كتير. اللي باقي عموما مش اللي باقي في حياتي لان انا دي حاجة معرفهاش، ولكن من اللي الواحد بيشوفه اللي باقي عموما مش كتير، مش كتير ابدا. وبالمناسبة مش كتير دي اللي هو انا مثلا لو قلت باقي 100 سنة ده مش كتير ابدا. مش كتير ابدا 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 ابدا، ولا حاجة. الغريب ان كل الناس اللي بتتفرج دلوقتي احنا بعد 100 سنة مش هنبقى هنا. احنا مش هنبقى هنا. ايه اللي هيتبقى؟ هيبقى ليك سيرة مش في الدنيا فوق، ولا اخرك هيبقى هنا؟ ناوي تعمل ايه؟ ناوي تتحجج بايه الايام الجاية؟ ناوي تبدأ تقول لنفسك ايه عشان ما تحسش ان انت اللي مقصر؟ ناوي امتى تاخد بالك من اللي بيحصل حواليك؟ ناوي امتى تبص لها بالطريقة اللي لا بقى ما خلاص وبعدين؟ وبعدين هفضل كده لغاية امتى؟ وبرضه تاني، مش عشان الدنيا ممكن تخلص، لا، عشان انت ممكن تخلص. انت ممكن في اي لحظة. مفيش يعني اكتر وقت انت ما تعرفوش هو اهم وقت في حياتك. القطر هيجي لك الساعة كام، محطتك فين، انت ما تعرفش. فانت لازم تتعامل ان انا دلوقتي محطتي دلوقتي. تبقى عايش دائما ان انا محطتي دلوقتي حالا. انا ممكن في اللحظة دي تبقى اخر لحظة، لكن لما تبدأ بقى لا ما انا محطتي لسه. يا عم لسه. الدنيا حلوة. انا الدنيا جميلة. انا الدنيا جميلة عادي. وحتى الجملة المرعبة التانية اللي هو ما حتى لو يا عم انا مت في حاجة وحشة، ما انا هخش النار شوية وهخش الجنة بعد كده ان شاء الله. تخش النار شوية. انت اساسا تتحمل في الدنيا هنا
ان انت تحط ايدك على النار. بص انا مش هافور، لكن هقول لك 5 ثواني. انت تعرف تحط ايدك على النار 5 ثواني؟ لا. 5 ثواني. 5 ثواني من بتوعنا احنا انت ما تقدرش عليه. جايب منين بقى البجاحة ان انت بتقول لا انا اخش النار الاول؟ جايبها منين؟ اشتغلت نفسك للدرجة دي ازاي؟ مش عارف. مش عارف. ومش عارف بصراحة انتوا ايه رد فعلكم ولا بصيتش على الكومنتات ولا بصيت على حاجة. خلاص الدنيا بتنتهي. ال... ال... الموضوع ده مزعلني عشان ما كنتش احب ان انا ابقى من الناس اللي خلاص شايفة الدنيا بتخلص. مش عارف يعني، لسبب انا مش فاهمه. بس ما كنتش احب ان انا ابقى من الناس اللي خلاص شايف ان اهي يعني. بص الدوران الجاي. فاهمين لما تبقى ماشي في سبحان الله رب العالمين، لما تبقى ماشي في طريق وتبقى شايف الشارع الجاي، بص الشارع الجاي ده على طول احنا نازلين عنده. فخلاص انا يعني اكاد اكون شايف الشارع الجاي. الدنيا قريبة قوي. الدنيا قريبة قوي. يلا الحمد لله رب العالمين.